اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ احنا عندنا اكلة سريعة كده من بواقي البيت، بس اكلة تفتح النفس. كنا بنعمل زيها زمان قوي لما كانوا في المدارس الاولاد صغيرين، كان احلى سندوتش المدارس ده، بس مش لازم بقى يكون باللحمة، لا كان باي حاجة. هنا احنا عملنا بعجينة البيتزا، عملنا بيها فطاير، تقدروا تقولوا فطاير، تقدروا سندوتشات، تقدروا تقولوا حواوشي، ايه اللي تقولوه. احنا عملنا ايه؟ احنا جبنا عجينة البيتزا باختصار، واللي عايز عجينة البيتزا ممكن اسيبها له في صندوق الواتس عادي، يعني مفيش مشكلة والناس كلها عارفاها. جبنا عجينة البيتزا، خدنا فطاير كنا بنعملها زمان للاولاد لما كانوا في المدارس، بتوفر يعني حاجة نظيفة، بدل مش لاقي يشتري من المدرسة بياخد حاجة نظيفة من البيت. ابسط ما فيها عجينة البيتزا، خدنا قطع منها بططناها، حطينا فيها كورة لحمة وبصل. ابسط حاجة يعني، مش هنقعد نقول لازم نجيب فلفل ونجيب قوطة ونجيب، لا، اقل حاجة عندنا واسهل حاجة هي في الثلاجة نعمل منها اكلة لاولادنا، عشوة خفيفة، رايحين مدرسة ياخدوها معاهم، مفيش مشكلة خالص. احسن. بصوا عامله ازاي، بصوا يا حبايبي، بصوا الاكل البيتي نضيف. بصوا دي عجينة البيتزا، عجينة البيتزا باللحمة المفرومة والبصل. حواوشي نقدر نقول ايه؟ حواوشي بلدي، حواوشي بسيط، حواوشي على قد الايد، على ايه يعني، مش مرهق في الفلوس. اي حتة لحمة عندنا نص كيلو ربع كيلو نقدر نعمل منهم. يعني انا عملت دلوقتي، اعوذ بالله ما قلت، انا جبت كيلو بيتزا، كيلو دقيق ومعلقة خميرة ببساطة، وعجنتهم مع شوية سكر مع شوية ملح، عجنتهم. في نفس الوقت جبت اللحمة نص كيلو، قطعت عليه نص كيلو بصل، حطيتلوش اي حاجة غير شوية ملح وفلفل، ملح وكمون بس، ما حطيتش حاجة تانية، وشوية زيت. عملت فطاير بالطريقة دي، بطت الفطيرة وحط فيها، بقت أكلة شهية. الكيلو الدقيق عمل 16 رغيف، احجام متفاوته، ده يعني صغير شويه، يعني في اللي زي ده صغير شويه حلو اهو، وفي اللي زي ده اهو اكبر شويه، والقعر زي الفل، مش هنقول مثلا اهو مستوي زي الفل، تاكل كده اكل يفتح النفس، عشوه خفيفه من بقى التلاجة، نفرح ولادنا وحبايبنا، واكله نظيفه للي خارج رايح مدرسه، رايح درس، رايح اي مشوار، اكله موفره والله. حتى ممكن الواحد ياخدها الشغل معاه احسن ما يشتري اكل من السوق. أكلة بسيطة جدا. وغير كده الكيلو اللحمة فضل كمان، يعني عملت 16 رغيف من الكيلو دقيق ده، غير كمان فاض من نص كيلو لحمة والنص كيلو بصل، فاض منهم كمان عيش اهو لحمة تاني. عملت الحواوشي في البلدي بتاعنا، جبت العيش اللي هو سخن مولع، جبت العيش اللي هو البلدي بتاعنا وحطيت فيه بواقي اللحمة اهو زي الفل. عملت كام رغيف بالصلاة على النبي؟ فاض منهم يكفي 5 رغيف اهو، بس اهو العيش سخن لسه اهو، 1 2 3 4 فاضي 5. كل ده بنص كيلو لحمة ونص كيلو بصل. وفروا، فكروا ودبروا، واكلوا ولادكم اكله نظيفه ومغذيه، وحاجه من اللي معموله في البيت احسن من اللي بره مليون مره. عجينة باختصار، من عجينة البيتزا كلي احلى حواوشي واوفر والذ. يعني مش ان هنقول لا، احنا نقول عجينة البيتزا هنعمل منها ألذ واوفر واطعم واسرع حواوشي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم سالمين غانمين، امين يا رب العالمين.